ما بعتقد إنه بعد هاي القصة رح ترجعوا تستعملوا الطرق المختصرة بالسفر والرحلات. بتبدأ قصتنا مع 3 بنات، نادين وشهد ولما، بيعشقوا شي اسمه سفر، ودائما بيطلعوا رحلات ويزوروا أماكن جديدة بسيارة نادين. ولكن للأسف كانت هاي الرحلة هي آخر مغامراتهم. بالبداية كانوا بيستمتعوا وبغنوا وبضحكوا، وقرروا إنهم يستعملوا طريق جبلي مهجور على أساس إنه مختصر، ولكنه كان أسوأ قرار بحياتهم. دخلوا من الطريق ولكن كان جدا طويل وما في منه أي مخرج، وحتى التغطية كانت جدا سيئة، وفوقها ما لقوا مخرج على الخريطة. ودخلوا قرية صغيرة وهادية كلها بيوت مهجورة. شاهد لاحظت إنه في عجوز كل شوي بتظهر في بيت مختلف بنفس شكلها، كل ما بيتقدموا تتقدم معاهم. بس لما حكت للبنات ما صدقوها وضحكوا عليها. بس لما ضلت ساكتة وبتناظر من النافذة بهدوء. وفجأة وهم ماشيين طلعت لهم لافتة مكسورة مكتوب عليها: ارجع قبل الغروب ولا تنحفر الأقدار. نادين ضحكت وقالت أكيد كانوا يصوروا فيلم رعب هون، ولكن سمعوا صوت عالي من خلفهم بينادي باسم نادين، وقرروا يرجعوا بالسيارة ويرجعوا لبداية الطريق. ولكن الطريق صار طويل وكأنه ما بينتهي، والشمس بدأت تغرب بسرعة خارقة. لما بدأت تبكي وحكت لهم: أنا حلمت عن هاي الرحلة من يومين، وإننا دخلنا مكان وما كنا قادرين نطلع منه إلا إذا واحدة مننا ضلت فيه. فيا ترى هل حلم لما رح يتحقق بالفعل؟ ومين اللي رح تضحي لأجل حياة صديقاتها؟ لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتتابعوا الحساب، وانتظروا الجزء الثاني لتعرفوا شو صار عليهم.